نيني كهربا 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 ابن الزمالك اللي شتم جروس اللي ادى بالشلوط لسيد عبد الحفيظ، تف على جماهير الزمالك، بتف على جماهير الزمالك، جه فرحني، جه اسعدني. ولا عمركم هتشوفوا نهائي كاس عالم للانديه ده، ولا ان انتر كونتيننتال. عارف لو خليناه نهائي كاس مصر مش هتشوفوه، ولا احنا هنشوف ولا هنوصل. خلاص اقفلها على جنب كده. انت مالك طيب؟ انت اقفلها على فرحان. ولا عمرك هتاخد الفضيله. خليك في خيبتك. خليني في خلاص احنا خبت. من انا كاس خايب. العالم، احنا من قرعه كاس العالم بندور على مجموعه الزمالك اكبر قرعه على في مصر يا راجل. واقع. انا هابط بس انت بتحزق قد ايه عشان توصل نهائي؟ بحزق بحاول. ما وصلتش باخد فضيه وباخد برونزيه. لا ما تقفش ايدك. بص خلينا مقتنعين، هتفضل عمرك ما وصلت نهائي. معلش انا ايدي ابوس ايدي وش وظهر ان انا بوصل كاس عالم. في انديه ما بتعرفش ماشي. ما تقولش انديه، اقول الزمالك ما بيعرفش يوصل كاس. الزمالك ما بيعرفش. ماشي. وانت ما بتعرفش توصل نهائي. ماشي بس بشرف مصر، مش تقول لي بقى ما بمثلش مصر والكلام الفاضي ده. ده تشريف ده عيب يا ابني. ده باتشوكا ده ال 16 عارف مصطفى شلبي كان ملعب في البطوله. مصطفى شلبي. الله كهربا انا بحبك. امام عاشور بعشقك، رفض يخش ودخل خالد عبد الفتاح وضيعها. يا سلام، ما في اجمل من كده ولا هتشوف. عارف ريال مدريد عمرها هتلعبوا على النهائي، عمرك ما هتدوق السيلفر. عارف الماده السيلفر دي مش هتدوقها. برونزيه وما خدتهاش بقى، ما فيش تاني. وكاس عالم الانديه 25 نادي ده، عارف هتطلع ايه؟ هتطلع 18. هتطلع الحصاله. ليه؟ عارف بياخد كام الحصاله ده؟ بياخد كام فلوس اللي انت اصلا مش عارفين تاخدوا جنيه اصلا. مش قصتي يا ابني، انا مقتنع. طب طالما مش قصتك بتتكلم ليه كتير؟ ما انا مقتنع ان انا وحش وانا بعيد. ماشي. بس انت مش هتوصل فاينل. ماشي يا عم، انت بره عنك. اشتموا بقى براحتكم، ما تشتموش براحتكم. ما وصلتوش فاينل. بره عني ايه يا عم؟ انت مش بتمثل مصر. انا كمصري مش مبسوط بقى. لا معلش بقى، لا معلش مش مبسوط. مش مبسوط. ايه ده المقرف ده؟ احنا نيجي نتكلم بقى. انا كواحد مصري مش انت بتمثل مصر. لا انا مش مبسوط بقى. بمثل مصر. ليه كهربا دخل يشوط؟ مش عارف انا ليه. عشان يفرحني، عشان يفرح اهالي مكسيك كلها. طولنا في المقدمه بس هو الماتش ما كانش فيه حاجه. حلقه جديده عقارات اللوتوس. الاهلي خرج وما وصلش النهائي وما لعبش ريال مدريد. انا خلصت كلامي في الحلقه. كفايه بطل افريقيا واوكيانوسيا. ايوه افريقيا وتكاسي التحدي وثلاث ارباع. انا مبسوط بكل ده. المهم انك ما وصلتش النهائي وما لعبش ريال مدريد. خش اتكلم براحتك وعيش. اتفضل. الحلقه بتاعته بقى خلاص. حلل لي ليه الاهلي بالمنظر بص هو مش هقول هارد لك. انا مبسوط اصلا ان احنا كسبنا، لان اللعيبه دي لا هترقص وربي لا خلاص اتفضل. فاكمل. كنا بنقول احنا ياما كنا بنقول ما عملتش حاجه يا عم. اتفضل خلاص اهو بسمع اهو. قلنا كذا مره الدفاع وحش وهنتكلم على اخطاء كتيره لما نيجي نتكلم عن الماتش. لكن انا كاهلاوي لا، انا مبسوط ان احنا خسرنا، لان احنا لو كنا كسبنا وتعادلنا ريال مدريد كنا هنخسر من ريال مدريد كده. لكن كنا هنقول ايه؟ هنتدارى في الاخطاء، هنتدارى في اللعيبه كسر اللعيبه المقرفه امثال كهربا وامثال خالد عبد الفتاح اللي الاهلي بيجي ايه متلزقين في الاهلي بيعمل لهم اصلا قيمه كلعيبه. شويه لعيبه كسر كهربا امام. يعني ايه تبقى في النادي الاهلي مش عايز تخش تشوط اصلا ضربه جزاء؟ وباين عليه ان هو كان عايز يخرج اصلا، كان عمال كل شويه يقع ويشاور وعايز اطلع. تيجي ضربات الجزاء انت مش عايز تطلع. طب اقول لك حاجه، سيبك من امام خالص. ليه كهربا في الخمسه الاخيره اللي هتكسبك اللي هتصعدك؟ ليه كهربا؟ اشمعنى كهربا؟ ما فيهاش غير حل واحد ان انت عايز تديله ثقه. لا اما ما فيش. لما يبقى عندك بيرستاو وامام، استبعدنا امام، عندك كان مين تاني غير عمر كمال؟ ضيع. كان مين تاني؟ عمرو السوليه. عمرو السوليه كان كهربا. كنت ثالث كابتن في الفرقه. ثالث كابتن في الفرقه. المفروض ده اللي يخش يخلص. لكن انت عايز ايه؟ اللي هيجيب اللقطه. مين اللي هيجيب اللقطه؟ كهربا. واحد مفنش كوره من 3 سنين النيني. لا وضيع انفراد. خد بالك وضيع انفراد في الدقيقه كام تقريبا؟ في بعد في الشوط الاضافي الاولاني صح؟ الاولاني اخر دقيقه على طول. اخر دقيقه مضيع انفراد سهل جدا. الكوره جايه. مش هيجيب التعادل. باتشوكا مش قادر. باتشوكا لو هنتكلم بقى نبتدي الماتش من الاول. التشكيله دي اخر تشكيله، نفس اخر تشكيله لعبنا فيها في الدوري. خالد واسمه ايه؟ خالد مين؟ ده يحرقه. اسمه مين ده؟ نفس التشكيله. عمر كمال والباكات والشناوي. انا بالنسبه لي اصلا في لعيبه كتيره جدا. حتى عمر كمال اللي ضيع ضربه جزاء انا مثلا هديله تقييم 8، لان هو طول الماتش بيطلع كوره مع الخط وراح الناحيه الثانيه بقى وينج يمين بعد ما خرج يحيى تيت الله ونزل خالد عبد الفتاح. اللعيبه الى حد ما كانوش سيئين. وكمان مستوى شكشوكه ده اصلا ما كانش جامد، يعني مستوى جامد. لكن انت اتفاجئت ان انت كنت بتضغط من اول دقيقه، كنت بتحاول تضغط على الفرقه
وعملت كام كوره في الشوط الاولاني بالذات، كان الفرقه اصلا الشوكه دي اصلا متراجعه، كان ممكن تخطف اولاني، وسام حاول كذا مره لكن ما فيش. دخلت الشوط الثاني نفس الريتم نفس الطريقه، ضيعت كوره تسديده مثلا كانت من مين او الشوطه. احنا بقى لا، أنا شوطنا ضيعت كتير، احنا شوطنا كتير أكتر كلهم بكتير. كانت بتروح البحرين، انت عارفين قطر صغيره يعني استهدى بالله. مالكش فيه. استهدى بالله. اقول لك حاجه مشرف مصر انت بالراحه بس. استهدى بالله. امسك لي واحده واحده بالراحه. الشوط الاول ايه نقطه ضعف الاهلي ما كانش فيه نقطه ضعف في الشوط الاول؟ غير مركز واحد. ايوه هي دي اللي انا مستنيها منك اكرم بقى. توفيق، اكرم توفيق خرج واتصاب والحمد لله ما شاطش ضربه جزاء. اكرم توفيق لو بالمستوى ده وكمان ضيع ضربه جزاء ده يخش النار دلوقتي. اكرم توفيق يستلم باصه جايه له، بيستلم ثلاجه تلاقيها اتردت مترين، هو مستلمها مثلا في تلتين ملعبه تترد ل 18 الفرقه الثانيه. وكرة بقى بعيده عن التحفيل، انت المفروض تلعب ب 2 6 الحته اللي قدام خط لا احنا الدفاع. متعودين على كولر 2 6 وما فيش بقى حاجه اسمها 8 دي عند هناك دي بقى. اه المفروض على امام، المفروض. وامام مش فايق بس. امام لا بيلعبوا 10 هو مقتنع بيه. ايوه طب انت المفروض تبقى نص الملعب الدفاعي ده انت قافله، ده الكوره كلها منه. من الاختراقات كلها من عمق الملعب، يعني انت المفروض بقى ايه، انت حاطط ستتين هنا فهيميلوا بقى على الاطراف، لكن لا ده كان كل كوره يسقط اسامه اللاعب المغربي بصراحه لعيب عاجبني، التحركات كانت حلوه بس بصراحه كان مختفي عشان الدفاع كان فايق، لكن دايما يسقط في نص الملعب تلاقي فراغ. طب انت ليه حطيت لي 2 6 ما اكرم و2 6 مش هقول لك مثلا ايه بخصائص هجوميه، ده 2 6 دفاعيين. صحيح بس هو لما نزل قفشه بقى قفشه مش فايق. قفشه مش فايق، واصلا انت خلاص كانت الفرقه معظمها تعبت، قفشه محتاج يعمل لك باس، يجري اللعيبه، يجري وينجات، يجري وسام اللي انت خرجته قبل اصلا ما تدخل قفشه، فكانت لازمتها ايه تغيير قفشه؟ ملهاش اي لازمه، وجايب لي امام على الطرف. لو نكمل مثلا ان احنا بنتكلم فيه، احنا خلصنا الشوط الاولاني كان مفيش بنسبه كبيره حته نقطه ضعف غير مركز 8 اللي انت بنناشد بيه من ايام تقريبا لما مسك كولر. ليه امه فين؟ امام لا كولر مش إمه. مقتنع ان احنا فيه اصلا نخش بمركز 8، ما عندوش الفكره دي، مقتنع ان اكرم هيقدم له الخصائص الهجوميه لما يبقى 8. اكرم صباح الفل ده ما بيعرفش يباصي باصتين اصلا يا اخوان، بيمس باصات كتير جدا بقى، دايما بيستلم وظهره اللي اصلا للهجوم، هو لازم هيضغط عليه بواحد اصلا هيغلط، فدي نقطه الضعف. محتاجين قلنا من ايام لما كنا بنتكلم على بن رمضان، ليه محتاجين بن رمضان؟ عشان مركزه. مروان عطيه بصراحه عمل جيم هايل بعيدا وجاب ضربه جزاء والحمد لله دخلت يعني 8 مثلا لو هنقيمه، لكن اكرم صفر يا باشا، انت ما عملتش اي حاجه طول الماتش غير انت بتعمل نسبه اصلا. عندك تعليق على حته اكرم ولا انت جاي مستمع؟ لا جاي مستمع بكل امانه يعني. فده لو هنتكلم على الشوط الاول. الشوط الثاني نفس الكلام، لكن تخيل بقى نفس الكلام والبدني بتاعك قل، السرعه قلت، الحده قلت بعد ما خرج وسام وحسين الشحات. في التغييرات فعلا شرف مصر. اتغابى جامد كولر. شرف سويسرا بقى يعني. اتفضل كمل. اتغابى جامد كولر، يعني بدا التشكيله ممكن نقول ب 90% مثاليه، نهى الماتش باوسخ تشكيله ممكنه يا اخوان. امام عاشور وينج وهو مش قادر. بيرسي تاو تعالى نعد الغلطات. لا بيرسي تاو ده بس حاجه حلوه يعني. لا فين رضا سليم؟ ما هو ده رضا سليم بقى بدل امام اللي ماسك الطرف، وحولت لي عمر كمال، دي حاجه. وكهربا بقى راس حرب خلص الدنيا. كام غلطه؟ 4 غلطات في شوطين يعني لو هنحسب الوقت الاضافي. ايه ده يا معلم، انت بتبوظ الجيم. هو سامع لك انا تعبان مثلا في اصابه، يحيى قلنا ماشي ممكن يكون في اصابه وقع مرتين قبل ما يعمل التغيير، نخش على وسام انت ما عندكش غيره. طب انت ليه بديت بطاهر طالما انت عايز مهاجم وممكن تخرجه؟ انت ليه بديت بطاهر؟ طب ما كنت تخلي بيرسي تاو ورضا ورضا وطاهر ورقه بديله يا اخوانا. ما طاهر ينفع راس حربه، ينفع راس حربه طاهر، كان ويلش يجيب الانفراد. لو انت حاسس ان وسام ده كان هيتعب مثلا او هيتعب، ريح طاهر وابدا ببيرسي تاو اللي على فكره عمل جيم حلو قوي بعد ما نزل وجاب ضربه جزاء حطيتها حلو جدا. حاسس بقى ان انت هتطلع وسام هيتعب، هتلعب كور طويله عليه مثلا فهو ممكن يوجهد على الدقيقه مثلا على الشوط الثاني، لو كان حتى في دماغك انك هتوصل ضربات جزاء ريح طاهر، لكن ما يبقاش اللي عندك ترميه وينج كمان شمال، يعني مش مركزه الاساسي، مركزه اللي هو كان بيلعب في اخر كام ماتش، لكن بديل بقى وسام مين؟ عم فتة كهربا يا اخوانا تعبنا، ده انفراد وده ضربه جزاء. الناس الحلوه بقى بتوع التحليل هيقول لك الاهلي لا محتاج مهاجم. طب بالنسبه للوينجات فين حسين الشحات بقى ب 100 مليون واللي ضحى بعروض الدنيا والاخره علشان الاهلي؟ ضايع. فين رضا سليم؟ راكنينه على الدكه عشان كولر مدرب انا دافعت عنه كتير لكن سوري هقولها، مدرب اقل من المتوسط، نمشيها متوسط، ما عندوش حلول. قول لي كام لعيب، ناس تنزل لي في الكومنتات وتقول لي كام لعيب اتطور تحت قياده كولر؟ طاهر ومن نفسه تحسه شغل لوحده صح يعني. من نفسه بس كده. طاهر عندك حد تاني اتطور؟ لا مفيش. صباح الفل بقى كابتن كهربا اتطور للاحسن يعني. يا بعشقه والله العظيم. ده اللي هنتكلم عن الماتش. عندك حد تقول على الماتش؟
انا ما عنديش حاجه تانية عندي أقولها. اقولها غير هتكلم شويه على كولر برضه. ان كهربا غير غلطته في حكايه سوري مش كهربا، كولر. انت دلوقتي لو مدرب فايق او عندك شخصيه، كهربا مضيع انفراد حلو، ما خليهوش خالص التالت في الحاسمه، ما خليهوش الحاسمه خالص. دخل السوليه، سوليه كان نسبه انه يضيعها كام اقسم في المية؟ بالعشرة واحد في المية حتى حلو جدا لما هو كان دايما شاطها. بيشوط حلو، ما بيضيعش. في السنغال هو الوحيد اللي طب جاب. اقول لك حاجه، لو كان عمر كمال وربي ما هتكلم. لان ترتيبه عمر كمال وسوري عارف- عمر كمال ايه دالي عمر كمال احنا بنسجد بعد ما نجيب البتاع. انا مش هتكلم بقى في الاديان وكده حبيبي، انت عايز تسجد قبليها وبعديها ليه؟ انت راجل مؤمن وكل حاجه، بس يعني شو بعديها عادي، مش هقول لك حاجه يعني. انت داخل تركز، مش هتدوخ يا بابا بالامم والطلعه دي هتدوخ. طيب قول الحمد لله وانت واقف، على الاقل ما تنزلش وتطلع. اتفضل. قيم لي يلا. لا تقييمات ثانيه بس تقول ولا لا براحتك. الاداره. انا قلت في اول كلمه قلتها، انا مبسوط ان احنا خسرنا. ليه؟ علشان العيوب ما تدراش. ادي الاداره اهي قدام محفل جماهيري، عم انفانتينو سليمان عيد الواقف ده احمد التهامي. اديك اهو شفت الغلطات، ومحفل دولي وفيفا ومش عارف ايه. وقلنا اللعيبه دي دايما في الحاجات الكبيره بتبقى بوم. حسين الشحات بيبقى جامد، ده بيبقى جامد، ده بيبقى جامد. اديك شفت النهارده. ودي ما تقارنيش بماتش العين، عشان ماتش العين انا وانت عارفين ان العين وقعت اصلا من ماتش الهلال اللي كان قبليه، واقعه وما زالت واقعه. دي الاخيره الاخيره على بطوله اسيا. ماتش دلوقتي ده محفل تاني، مدرسه تانيه. وكمان اللي يضايقك اللي يحرق دمك ان المنافس مقرف. المنافس ما شفتلوش 3 كور اصلا على الجون على فكره بتاعك. بان مشاكل اللي ما بيفهمش كوره، حاجه واضحه قوي. نص ملعبك كويس، دفاعك كويس، حارس مرمى كويس جدا ببديله. الهجوم وينجين زي القرف، مع اني زملكاوي بقول لك زي القرف. راس حربه اساسي واحد. الاهلي لو جاب وينجين مع راس حربه هيروح في حته تانية خالص. ليه الاداره مش عايزه تصرف؟ لا اسالهم بقى. رايح تدفع في عمر الساعه 50 مليون، جايه اهي. رايح تدفع في امام عاشور، مش قصدي انت حر. قول. امام عاشور 3 مليون ونص دولار. عارف دول يجيبوا لك مين؟ يجيبوا لك وينجات عاليه جدا. مستخسر تزود $100,000 على بين رمضان علشان انت البادجت بتاعتك 4500 بس يعني، وعلبتين مارلبولو مثلا. ايه يا اسطى ده؟ ايه يا اسطى ده؟ انا مالي. اداره اديكوا شفتوا بعينيكوا في محفل جماهيري. في الحالتين جالك فلوس كتيره فشخ. مش عايزين بقى نتكلم بقى في الحته الماليه عشان في ناس بتحسد. ميني في ناس بتحسد. جالك فلوس يا بابا اصرف. لازم تصرف في حدود الافريقيا، وبرضه في الدوري المصري عشان انت ده البطولات اللي انت دايما بتروح عليها. لكن انت طالع في مستوى تاني، هيجي لك فلوس اكتر. ما تروحش تصرف لي في لعيبه كسر. هتجيب لعيبه سوبر ستار هيلعبوا في الدوري المصري، هتلاقي ناس بتتكلم كده، معرفش ليه. ما انت اللعيبه دي هتتعود على الدوري المصري، يبقى بالنسبه لها ده مش اعلى حاجه. هيكسبوا افريقيا يبقى ده بالنسبه لهم العادي. لكن انت بقيت كل سنه تلعب كاس تحدي، كل 4 سنين كاس عالم للانديه. فانت عادي تصرف يعني. انت مش زي الاول اخرك كاس عالم للانديه وطموحك بيقل، او طموحك اخرك برونزيه كاس عالم. ما فيهاش حاجه انك تصرف. مش هنقول مش هنحاسبك يعني. افشل مجلس اداره جه في تاريخ الاهلي في الانتقالات. في الانتقالات. لا مش توسع مني دلوقتي. في الانتقالات قول لي صفقه واحده ضربت. صفر. كله بيمشي موسم موسم بيبقى حلو، وان شاء الله وسام ما يبقاش كده يعني. بس تقييمات بقى. شناوي. انت انا المفروض اقيم. شناوي 7. عمر كمال. لا سوري، شناوي 9. عمر كمال 8. رامي ربيعه. خط الدفاع الباقي كله 7. رامي ربيعه، ياسر، يحيى الله، مروان عطيه. انا واحد انتقاد جامد يحيى الله، لكن بصراحه عمل ماتش حلو جدا هايل. جدا. وباذن الله نطمن ان هو اصابته مش كويسه ويستمر على المستوى ده باذن الله لما تكون الاصابه قليله. مروان عطيه 10 من 10. 10 من 10. اكرم توفيق 0. 0 قد كده اهو. معلش انا بقى انت دي للصفر انت. لا مش صفر، ده لعيبك. بس اتمنى الاستمرار على هذا المستوى. مرعب. هو بيجيب جول في المصري او في اتحاد الشرطه ويعمل لها كده وبيستفز الزملكاويه. انا نفسيا بستفز. لانك بيكسبكوا الدوري ما شاء الله، وبيجي ما يشوتش ضربات جزاء. والحمد لله دخل خالد عبد الفتاح. امام عاشور تديله كام؟ 0. عم 0. ويا جماعه ما نجددش عقده. ما نسعاش ان احنا اصلا نجدد عقده. لعيب اعلى مرتب انا وانت عارفين. اعلى مرتب في الفرقه. اعلى مرتب في الفرقه. بس انا وانت عارفين هو ليه اعلى مرتب في الفرقه؟ علشان حراق بيوجع عليه لقطات مش اكتر يا اخوانا. طلعني قدامي يا ريس، طلعني قدامي. حسين شحات 0. طاهر 0. وسام 0. مش علشان هو وحش، عشان ما وصلوش حاجه، وخرج برده ما كملش الماتش للاخر. يلا على التغييرات يا راجل. اديني في قفشه كام؟ قفشه 2. بلاش اديني في قفشه 2. نزل مين تاني؟
بيرسيتاو 5. خالد عبد الفتاح 0. ما هنتكلم فيها ولا إيه؟ الاعظم، المهاجم الاعظم في تاريخ الدوري المصري، كهربا كام من 10؟ 0. ليه يا راجل؟ ليه يا راجل؟ بيضيع انفراد وبيضيع ضربه جزاء كنتوا هتكسبوا بيها. 0. اظن كهربا حان وقت الاعتزال في قمه المستوى بكل امانه يعني. ويا جماعه انا قلتها كذا مره، الاهلي بيجيب لعيبه لقطات، عندنا كميه لعيبه كسر لازم تمشي، انت بتفضي لعيبه مستواهم حلو زي ديانج اللي مكسر الدنيا في السعوديه، زي حمدي فتحي قبليه، حمدي فتحي مشي مش هكلمك عليه، محمد شريف، مين تاني مشي من الاهلي الموسم ده، عبد القادر مكسر الدنيا في قطر. كل دول لعيبه انت خرجتهم عشان تحافظ على شويه لعيبه كسر زي خالد عبد الفتاح، كهربا، مين تاني، جايب عمرو الساعي، وربي ما اعرف اصلا مستواه عامل ازاي، حلو ولا وحش، بس هي باينه السوليه 36 سنه بينزل عنه، بيأدي عنه يا اخوانا. في لعيبه خمس افراد كده لازم يمشوا يتفلتروا لعيبه الاهلي، لكن احنا ماشيين ايه ده يا جماعه؟ ده ليه تاريخ معانا، ده ليه ذكريات حلوه معانا. ذكريات ايه يا عم؟ ايه اللي ذكريات يابا؟ تقييم لكولر ما تلمسنيش تاني. ما اتفضل. 0 وبجد يا اخوانا، الناس اللي هي يعني في النادي الاهلي يدوروا على بديل، يعني مش هنزعل خالص بقى. ما تقوليش بقى هو قدم لنا كتير، هو اللي قدم لنا كتير وخيره كتير علينا يعني، هو خالي، هو اللي خيره عليا يا اخوانا. نفوق شويه للنادي الاهلي يا اخوانا. قبل ما ننهي الحلقه عايز اقول رساله للزملكاويه، وبقولها رساله للزملكاويه عشان لو اهلاوي وصل لاخر الحلقه ما يجيش بس يقعد يشتم. للزملكاويه، مين ساب نادي الزمالك ومشي؟ كهربا وامام عاشور. اديكوا شفتوا كهربا كان كل جماهير الاهلي يقولوا كهربا ويرازوا فينا ويعملوا انا عمري ما قلت كده. لا، جماهير الاهلي اغلبيتهم. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بيشتموه، عايزينه يعتزل كوره مش يمشي، وضيع عليهم بطولات كتير. وانا بقول لكم امام عاشور كذلك. نادي الزمالك نادي كبير، والاهلي برضو اللي هيمشي بالاهلي ويجي الزمالك هيتحط في نفس الضغوطات وهيبقى فاشل فاشل فاشل، لان اللعيبه المصريه مش قادره لما تنتقل من نادي الى نادي تركز كوره. لا، هي بتركز فيها اجيب جون اروح ارازي في الزمالك، اجيب جون اروح ارازي في الاهلي، ده تنساه. في ضغط بيتحط عليك اوريدي وانت جاي من الغريم التقليدي بتاعك. انت بقى عاجبك ده غير ده ضغط، ده غير ضغط بقى النادي الاهلي نفسه، بطولات النادي الاهلي والاستمراريه بتاعت النادي الاهلي، البطولات الكتيره اللي بيخش فيها، ضغط ده على ده. سوري يا باشا، انت هتتدمر نفسيا زي ما كهربا فشل. مفيش بقى عليه زمان حسام حسن والناس اللي راحوا مثلا من بالظبط. بالظبط خلاص مشي. امام هيفشل زي كهربا لو امام ما فاقش. بصوا لجمهور الاهلي بقى بصراحه كده، بصراحه بص على احصائيات امام عاشور، ماتش حلو 20 لا، ماتش حلو 20 لا، وبرضه فرحانين بيه. الف مبروك. مش كل جماهير الاهلي كده. انت عارف الجزء اللي هو ده بتاع السوشيال ميديا هو اللي بيبقى بيشير لقطاته. في لعيب ب 3.5 مليون دولار وبياخد 500,000 دولار يخاف يخش يشوط ضربه جزاء. ده قلته في اول تحليل. حاجه اخيره بس يعني، جماهير الاهلي اللي راحت بصراحه تحيه كبيره ليهم، يعني الناس اللي سافرت واللي عملت، وجماهير حتى مصر. يعني عايز اقول لك حاجه، انت لو مشيت في الشارع دلوقتي واحد ما بيتابعش كوره قلت له الاهلي المصري خسر من فريق مكسيكي وهو ما بيتابعش كوره، يقول لك مكسيكي تاني هو ورايا لا 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 حلوه مش هشيلها. فيعني فاهم، هو هيتضايق اصلا لو واحد مش بيتابع كوره يسمع بس، فاهم انت. احنا طولنا على الناس في نهايه الحلقه. شكرا يا كهربا، شكرا لامام انه ما دخلش الشوط ودخل خالد عبد الفتاح. نيني واحده بتاعت امام دي بقى، واحده بتاعت امام دي لاين يا ناس، اسد يا ناس حبيبي. الشناوي لما عملها لشيكا عمل له كده. نيني شيكا يا سوبر مصري. نيني نهايه الحلقه. مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا في غزه وفي شمال غزه بالاخص. دمتم سالمين. مبروك لشعب المكسيك كله.